سلام ياسميناتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. تكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا معايا في فيديو. اليوم جيت نشارك معكم فال الربيع، ان شاء الله ربي يرزقنا خير وان شاء الله يا ربي. جبت لكم وصفه البراج خاصه للمبتدئات واللي حابين يتعلموه معايا باذن الله راح ينجحوا فيه من اول مره. جبت لكم اسرار الاحمرار تاعو، كيفاه يجيونا طبقه تاعنا متساويين، وطريقة يعني تبساس العجينة تاعو. بالنسبة فقط للدقيق، من الأحسن استخدام الدقيق، وهو السر الأول اللي يجي مخلط بين الرطب والمتوسط. ما نستخدموش الحرش لأنه الحرش هو اللي يفسدلنا البراج تاعنا ويجينا يتفتت ياسر. راح نديرو 3 كيلات كيما راكم تشوفوا ممسوحين من الدقيق تاعنا. راح ندير معاه قرصه تاع ملح حوالي ملعقه صغيره، وكيله ناقصه صباع من ليدام. راح نحكموا الدقيق تاعنا وليدام تاعنا مليح اللي هو السمن. راح نبسسوه مليح بالطريقه هذه حتى نتحصلوا على عجينه يكون ليدام هذاك تاعو بدا يطلق الماء تاعو، ونوعا ما نقدروا نكونوا منها كوريه. طبعا كيما نستخدموها الطريقه هذه في مقروض الكوشه كما راكم تشوفوا. بعد ما نتحصلوا على هذيك النتيجة اللي نحوسوا عليها، راح نجيبوا كيلة ناقصة أصبع من مزهر، نذوبوا فيها ملعقة تاع العسل. الدور تاع العسل هنا هو يمدنا الإحمرار للبراج تاعنا، يخليه يطيب مليح ويكسر لنا شوية الملوحة هذيك مع شوية حلاوة. راح نصبوا هذيك الكيلة تاعنا كامل، صبوها على فرد مرة كيما درت أنا، ولموا عجينة تاعكم. مع البداية راح تجيكم شوية جارية، لكن الدقيق تاعكم راح يشربها. راح تلموا هذاك الدقيق كيما راكم تشوفوا، ما تحاولوش يعني تعجنوه ياسر هكا باش تحصلوا على البراج يجي يتفتت، ما يجيكمش يعني كتلة واحدة كي الكسرة طبعا. ونحطوه في ساشي بلاستيكي ونخليوه يرتاح على الأقل لمدة نصف ساعة. نقسموه إلى جزئين. راح نستخدموا البلاستيك تاعنا، الغطاء البلاستيكي تاعنا عفوا، نفرشوه ونحطه فوقه الجزء الأول من العجين. بالنسبة للجزء الثاني والثالث أو الطبقة الثانية والثالثة اللي هي طبقة الغرس والطبقة الفوقانية تاع العجينة تاعنا، راح نحلوهم كيما راكم تشوفوا بورق الطهي. راح يسهل عليكم أنكم تهزوهم وما راحش يتفتت لكم، معناها راح تتحصلوا على 3 طبقات تجيكم أولا متساوية، وثانيا خاصة الطبقة الأخيرة تاع العجين هذيك اللي ما تغبنا، هذيك ما راحش خلاص تفتت لنا وراح تبقى يعني كتلة واحدة كيما راكم تشوفوا. نحطوا كل طبقة فوق اختها. فقط ملاحظة، أنا استخدمت حوالي كيلو من الدقيق معاه 700 غرام من الغرس. بقالي منه كيما راكم تشوفوا، بقالي يعني شوية زوائد، يعني تخلي نحيو حوالي 100 غرام، معناها عندنا 600 غرام من الغرس. الغرس تاعنا أنا ندير فيه ملعقة من الزيت، المقطع هذا راهو تم حالي، دونك أنا راح نقول لكم واش درت فيه. درت فيه ملعقة من الزيت، ملعقة من القرفة، ملعقة من القرنفل، ولميت بمزهر، طريته مليح بمزهر. كما راكم تشوفوا حليت الطبقة الثالثة وحطيتها فوق طبقة الغرس، وهنا نحاولوا نسويو الحواف تاعنا. السر في انه الطبقات يجيونا متساويين وما تمشيلناش طبقه على حساب طبقه، هو انكم فقط تبداو تحلوا باليد تاعكم، ما تروحوش للحلال طول، تروحوا في ساعه تحلوا باليد تاعكم، تكبروا هذيك القرصه تاعكم، وفقط لما توصلوا لمرحله التسويه تستخدموا الحلال كيما راكم تشوفوا. هنا ما راح تمشي لكم هذيك الطبقه اللي من تحت ولا الطبقه اللي من فوق، راح يجيو قد بعضهم يعني الطبقات تاع العجين. راح نجيبوا القطاعة تاعنا ونقطعوا هذاك البراج، وراح نخليوه على الأقل يرتاح لمدة ربع ساعة هكا باش كي نكونوا نطيبوا فيه ما يتفتتلناش وما يغبناش، معناها خليوه يحكم لا فورم تاعو على الأقل لمدة نصف ساعة، من ربع إلى نصف ساعة. تقدروا تستخدموا طبعا يعني الموس برك وتقصوه، لكن إذا بغيتوا الحبات تاعكم يجيو متساويين كامل، من الأحسن استخدام هذه القطاعة. الكمية اللي قلت لكم عليها فاتت لي 50 حبة من البراج مع يعني حساب الحواف. وهنايا في الطياب تاعو من الأحسن استخدام حاجة تجيكم ثقيلة. أنا هنا نستخدم كريبيار عندي قديمة، ما نستخدمش يعني طاجين الحديد، عندي كريبيار قديمة هذيك اللي نطيب بها، يجيني دائما البراج تاعي طايب مليح
ومحمر كيما راكم تشوفوا. في الطياب قلبوا مرة واحدة فقط، ما تقعدوش طيبوا تقلبوا فيه باش ما يتفتتلكمش وباش ما يخرجولكمش الآثار تاع الأصابع كيما أنا خرجوا لي في بعض الحبات. وهذو كل المعلومات اللي عندي شاركتها معكم. كيما ما بخلتش عليكم أنا بالوصفة، ما تبخلوش نتوما عليا بجام وكومنتير وبارطاج لي الفيديو. مرحبا بكل وحدة جديدة دخلت معايا للقناة.